فوز مهم في بداية تصحيح المسار ومصالحة الجمهور. الأهلي النهارده بيكسب سيراميكا في ماتش فيه شوية إيجابيات أهمها رجوع الثقة والهدوء للفرقة. ظهر كمان بعض التطور في الشكل العام للفرقة، كان في تركيز وكان في قوة، كان في شراسة هجومية، وده اللي طبيعي واللي المفروض ان هو اصلا بيحصل، ولكن ده اللي كنا مفتقدينه الفترة اللي فاتت. شفنا كمان ماتش كبير من بن شرقي ومروان عطية وتريزيجيه بالتحديد، اللي لما قرر ان هو يلعب جماعي ويركز في الفرقة ويركز في الملعب قدر ان هو يسجل جون مهم جدا. لكن نفسي افهم ايه اللي شريف بيقدمه عشان يلعب اساسي على جراديشار. الواحد وشريف في الملعب بيحس ان احنا بنلعب كده ايه، يعني ناقصين واحد. اتمنى التصحيح، لان اكيد جراديشار مش هيقدم اسوأ من اللي شريف بيقدمه في الملعب بقاله اكتر من 5 ماتشات. مش هنتكلم في الفنيات كتير لان الفرقه لسه محتاجه شغل وتركيز كبير، لان الاهلي مش مقنع، ولكن الاهم انك قدرت تاخد 3 نقط مهمه جدا من ماتش صعب قدام سيراميكا. الفوز بيرجع الهدوء للفرقه، بيخفف الضغط عن الجهاز الفني وعن اللعيبه، ولكن في عز المكسب الاهلي لازم وضروري ينهي ملف المدرب الاجنبي في اسرع وقت. الاهلي بيكسب النهارده وبيرجع للمركز التاسع، لكن مش ده مكان الاهلي الطبيعي. فهل هنستمر في التصحيح لحين العوده لمكان الاهلي الطبيعي؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل فولو الملعب ويجي.